ده رمضان رقم كام دلوقتي اللي انا بقول فيه هعمل دايت وهستغل الصيام واني صايم واطلع من رمضان ده خاسس كام كيلو بدل ما اطلع كل سنه وانا زي الطب. استنى كده هحسبها. رمضان بيجي كل سنه مره وانا بصيم ادير 18 سنه، وقول يا سيدي 15 سنه، يعني 15 رمضان عدى عليا، يعني 15 في 30 يوم ب 450 يوم. يا لهوي، ده الحسبه خرمت على الاخر. لا، رمضان السنه دي اكيد باذن الله هخرج منه وانا خاسس كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعلكم بخير وفي أحسن حال. في البداية كده خلينا أهنيكم بقدوم شهر رمضان الكريم، ويا رب يجعله شهر خير علينا وعليكم، وبالأخص على أهلنا في غزة، ربنا يكون في عونهم ويجعل دخول شهر رمضان خير عليهم بإذن الله. خلينا متفقين إن رمضان ده اللي هو 30 يوم، 30 يوم ده تقدر تعمل فيهم البدع، لأن في رمضان مش بس أنت بتصيم، الصيام وحده بيخليك تقلل سعراتك بسبب إنك أصلا قللت عدد الوجبات اللي بتدخل لك في اليوم. ضيف لي كده إن شكل الوجبة ذات نفسها قل، فمع تقليل السعرات ده بيجي في دماغك ازاي استفاد منه واطلع من رمضان خاسس. فيجي في دماغك اكتر من سؤال: ايه احسن دايت ممكن امشي عليه في وقت رمضان؟ وهل كفايه الصيام لوحده اني اطلع خاسس من رمضان بدون ادنى اي شيء تاني، ولا لازم اخش واعمل حاجه تاني مع الصيام؟ طب ايه الدايت اصلا او شكل الدايت اللي انا ممكن امشي عليه؟ والمفترض او المتوقع ان انا هطلع من الشهر ده خاسس كام كيلو؟ دي كلها اسئله بتيجي في دماغك، وخلينا نجاوب على سؤال من دول خلال الفيديو. بس ما تنساش ان في اخر الفيديو في دايت معمول مخصوص عشان تقدر منه تبدل فيه من الوجبات وتعمل وجبات على دماغك بنفس شكل الدايت ده، وهتطلع خاسس منه نسبه كويسه جدا. بس خليك متابع للاخر. اول سؤال بيجي في دماغك هو خلال ال 30 يوم دول المفروض اطلع خاسس كام كيلو؟ في المجمل في شهر رمضان ال 30 يوم دول بتطلع خاسس 8 كيلو، ده على شكل الدايت اللي انا هكتبه لك في الاخر. هل ممكن فوق ال 8 كيلو دول اخس زياده عنهم؟ ممكن توصل ل 10 و12 كيلو. عامه هو في المجمل ال 8 دول بمعدل 2 كيلو كل اسبوع، ورمضان 4 اسابيع يعني 8 كيلو، لكن ممكن توصل ل 10 و12 كيلو بس تحت شرط ان ده يكون تحت شرط التزامك وارادتك ان انت عايز تخس اكتر. وبرضه ممكن ال 8 كيلو دول انت ما تحصلهمش، لانه برضه بيرجع في الاخر تحت ارادتك وتحت التزامك بالدايت ده ولا لا، وهل هتخرب فيه كتير، وهل مش هتلتزم اصلا ايام كتير فيه، وبالتالي هتطلع تخين مش هتطلع خاسس من رمضان ده. دي للسؤال الثاني: اشمعنى وليه دايما ان بتسمع ان رمضان ده هو الفرصه الامثل انك تخس عدد كيلوهات محترم خلال ال 30 دول يوم؟ بس خليني ارجع بيك لحته تاني بعيدا عن رمضان، واسمها الصيام المتقطع. الصيام المتقطع ده يا سيدي عباره عن نظام غذائي كل اللي بتعمله فيه انك بتقطع الاكل لمده معينه من الساعات، في من 8 ل 12 ساعه، وساعات تمشي من 12 ساعه لحد 16 ساعه صيام. بس مسموح لك في عدد الساعات دي ما تشربش غير الا السوائل اللي بدون سكر. والحلو في الصيام ده او الصيام المتقطع عامه انك بتاكل اللي نفسك فيه وقت ما تفطر، وكمان ما تقيدش بوجبه واحده، وكمان انه بيقلل من مستوى افراز هرمون الانسولين في الجسم، وبيخلي الجسم يحرق الدهون زياده عن ما هو متعود عليه. فبالتالي هو حول جسمك من شكل عادي الى آلة لحرق الدهون، وده اللي انت محتاجه من الصيام المتقطع. تيجي بقى لشهر رمضان، وشهر رمضان ده اصلا ابو الصيام، ليك 30 يوم بتصيم، وكل يوم بتصيم حوالي قرابه ال 16 ساعه، فده عد الصيام المتقطع اصلا بمراحل وحاجه موجوده من ازل الازلين. وضيف لي كده ان عليها اجر ليك، فانت طالع مستفاد باكتر من شيء معين. عشان كده دايما بنقول ان ال 30 يوم بتوع رمضان دول لازم تستغلهم انك مثلا تتخن، وفي ناس كتير بتتخن، او في ناس كتير بتخس، او انك تقطع عاده مش كويسه زي التدخين. فانت لازم ال 30 يوم دول تستغلهم من اول يوم لاخر يوم، وهتطلع فعلا خاسس. يجي تاني السؤال: هل الصيام لوحده كفايه اني اخس ولا لا؟ الاجابه كده بخط عريض خالص: لا، الصيام لوحده مش كفايه. هو الصيام ما هو بيعمل انه بيقلل سعرات، لكن هيحرق سعرات؟ لا، اللي بيحرق السعرات هي الرياضه، واقصد هنا بالرياضه اللي هي اقل شكل من الرياضه وهي المشي. طب خليني اوصل لك المعلومه دي بشكل احسن. بص يا سيدي، هفهمك اكتر. لنفترض ان انت هو ده الكوبايه، مش قصدي ان انت الكوبايه، قصدي ان جسمك زي الكوبايه ده، واللي جواه دي عباره عن السعرات اللي اتحولت لدهون. انت في العادي ان انت بتاكل كميات كبيره او بتاكل عدد كبير، هنمثله ان المعلقه دي هي مقدار السعرات اللي انت بتاخد بيها في اليوم. في العادي ان قبل رمضان انت كنت عدد معالق كتير، معلقه واثنين وثلاثه واربعه وخمس معالق. قبل رمضان المعلقه ذات حجمها كبير، وعدد المعالق اللي انت بتاخدها كبير، يعني كميه الاكل اصلا اللي بيدخل لك كبيره.
وكميه الاكل او حجم الاكل اللي بتدخل لك برضه كبير. جت في رمضان غصب عنك او بارادتك اصلا كميه الوجبات اللي كانت بتدخل جسمك قلت، يعني في الغالب بتاكل وجبتين. هنفترض ان الوجبتين دول هما معلقه 2. غير كده كمان ان حجم الوجبه ذات نفسها قل، يعني المعلقه الكبيره دي بتتحول وبيكون حجم المعلقه صغر، يعني بتاكل وجبه 2. ده هو ميزه الصيام الوحيده، ان هو بيقلل عدد السعرات اللي انت كنت بتستخدمها قبل الصيام. طيب ايه فايده الرياضه بقى؟ انت لو لاحظت او ركزت هتاخد بالك ان الكوبايه ما زال حجمها كبير ومليانه ميه، وانت عايز حاجه او عايز معلقه تاني تيجي تاخد الميه دي من جوه الكوبايه وتطلعها بره الكوبايه وترميها. الحاجه الوحيده اللي هتنفذ لك الشيء ده ما هي الا غير الرياضه. الرياضه قادره على انها بتطلع الميه من جوه الكوبايه وتحرقها وترميها بره. نفس اللي بيحصل في جسمك مع الرياضه وقت وجود الصيام، تحرق السعرات اللي اتخزنت جوه جسمك على شكل دهون، واللي هي نظام المعلقه اللي بياخد الميه وبيطلعها لبره. مع مرور الوقت وان جسمك بدأ خلاص يحرق سعرات، جسمك ذات نفسه الشكل الكبير ده بيتحول لشيء زي كده. يعني بعد حرق السعرات جسمك بيتحول من الحاجة الضخمة اللي كان فيها كمية كبيرة من المياه او فيها كمية كبيرة من الدهون او السعرات لحجم صغير فيه كمية اقل من الدهون، وبالتالي بيحرق سعرات اكتر. دي الميزة بتاعت الرياضة اثناء رمضان. وعلى فكرة المشي مش بس بيحرق دهون او مش مفيد بس لحتة الحرق، المشي حاجة عبارة عن سحر، لانه اول حاجه بيأثر على الجهاز الدوري اللي هو القلب والاوعيه الدمويه، تاني حاجه بيأثر على الجهاز التنفسي، بيأثر عليهم بالشكل الأحسن مش الشكل الأسوأ. وأسرع شيء ممكن تلاحظه من تأثير الرياضة عليك وما تبدأ تخس واللي هي ركبك. الإنسان لما بيكون عنده خشونة ركبة أو حد عنده ألم في الركبة ويبدأ يخس وحتى لو كيلو واحد، بينعكس الكيلو ده على ركبته بشكل أحسن، بيخليه يحس إن الألم ده خف عنده جدا 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 عن الأول، وده كله مقدار كيلو واحد. فما بالك لو خس 10 كيلو أو 12 كيلو أو حتى 8 كيلو على الأقل، فبالتالي صحته هتتحسن ازاي، وخشونة الركبة اللي هو كان بيشتكي منها هيبقى حصل لها ايه. طيب المفترض اثناء الصيام امشي كم ساعة؟ في العلم ان انا هكون صايم ومفرهد في نفس الوقت. كل اللي مطلوب منك في اليوم كله في الصيام انك تمشي ساعة كاملة، ومش مطلوب من الساعة دي انك تمشيها مرة واحدة في اليوم، لا انت ممكن تقسمها على مرتين او 3 مرات. يعني ممكن تخلي نص ساعة قبل الفطار بشوية، وممكن تخلي نص ساعة بعد الفطار برضه بشوية. ده هيحرق معاك الدهون، بس حط في بالك شرط معين، الشرط ده حط تحتيه خط واحد كفاية، يعني ان لازم المشية بتاعتك تكون مشية واحد عسكري. بمعنى انت دلوقتي الساعه جت 8 وقلت انا همشي من 8 ل 8 ونص، دي نص ساعه بتاعت بالليل. اول ما تيجي الساعه 8 تظبط الوقت بتاعك من 8 ل 8 ونص، ماشي سريع جدا في الشارع، ولو حد حتى طلب منك تسلم عليه ما توقفلهوش، لازم النص ساعه بتاعتك من 8 ل 8 ونص تكون ماشيها بشكل سريع جدا وما توقفش ولا دقيقه. اول ما تيجي الساعه 8 ونص هدي مشيتك وامشي براحتك، عايز ترتاح ارتاح. اهم حاجه من 8 ل 8 ونص او نص ساعه عامه اللي انت هتمشيها دي تكون مشيت واحد عسكري ما بيبطئش مشيه نهائي، لازم تمشي بشكل سريع، وده الشرط ان جسمك يحرق الدهون. طب ايه الدايت اللي في النهايه اللي انا همشي عليه هيخسسني 8 كيلو او حتى 10 او حتى 12 كيلو اثناء ال 30 يوم بتوع رمضان؟ هات ورقه وقلم واكتب وراي، او ممكن تاخد سكرين شوت للحاجات اللي هتنزل وتقدر تفصلها على نفسك بالملي، وهينفع معاك جدا 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 باذن الله. بص يا سيدي، انت في الغالب او انا او اي حد في رمضان بياكل وجبتين اللي هم الفطار والسحور، وساعات بيبقوا 3 وجبات لما انت ما بتعرفش تفطر كويس بتخليهم 3 وجبات. في الدايت ده انت هتخلي الدايت بتاعك 3 وجبات كاملين. الثلاثه دول عباره عن ايه؟ فطار وسحور ما بينهم وجبه في النص، ممكن نضيف وجبه او حاجه معينه لسه هقولها في نهايه الفيديو ما تفوتهاش. خد عندك يا سيدي في الوجبه الاولى واللي هي الفطار، اول حاجه لازم تكسر صيامك على كوبايه ميه او كوبايه عصير فريش بدون سكر او كوبايه لبن ومعاهم 3 تمرات، او ده هتثبتها على طول اثناء طول شهر رمضان. وبدل العصير او اللبن او الميه ممكن بولة شوربه او طبق شوربه صغير، واستنى بعدها 10 دقائق وارجع افطر وجبتك الاساسيه اللي هي بتتكون من الاتي: ربع فراخ، او بدل ربع فراخ ممكن تاخد 4 صوابع كفته مشويه، او بدل الكفته ممكن تاخد قطعه لحمه حمراء بحجم نص كف الايد، ده اللي هي نص كف الايد لحم، او سمكه واحده. اي واحده من الحاجات اللي فاتت دول لازم اما مشويه او مسلوقه، ومعاهم مع الحياه دي
6 معالق رز يعني نص طبق رز، او 6 معالق مكرونه او نص رغيف عيش، او 4 صوابع محشي، او قطعه مكرونه بشاميل بحجم نص كف الايد. ومعاهم طبق سلطه كبير بس 90% منه اخضر، يعني خيار وخس وخضره، كده كده الحاجات الخضراء دي ما بتتخنش. ومعاهم نص طبق خضار زي الكوسه او ممكن البسله او ممكن الباميه او ممكن الملوخيه او ممكن خضار سوتيه اللي هو خضار المشوي يعني. وبالنسبه للحلويات انا مش هقدر امنعك اصلا في رمضان من الحلويات، ده شهر معروف بالحلويات، فانت هتستخدم معاه ايه؟ اي نوع حلويات موجود في البيت تاكله مباشره بعد الافطار، بس هتاخد الحجم بتاعه قد ايه؟ قد الصباعين دول، يعني صباعين قلاش قد كده، حته كنافه، حته بسبوسه، اي نوع حلويات قد كده اهو تاكله مباشره بعد الافطار. يعني مثلا وجبه ربع فراخ ونص طبق رز اللي هي 6 معالق يعني، ونص طبق طبيخ كوسه وطبق سلطه وصباعين جلاش، كده انت تمام التمام وخدت وجبه. تخش بعدها على الوجبه رقم 2 واللي هي السناك، ودي بعد الفطار بساعتين. دي عباره عن حاجه خفيفه كده بتصبرك او بتحسسك بالشبع لفتره زمنيه ثانيه اطول لحد ما تخش على السحور. ودي عباره عن ايه؟ ثمرتين فاكهه زي تفاح، موز يوستفندي او برتقان او جوافه او كوبايه فراوله اللي هي الفراوله يعني بس معيارها كوبايه، ومعاهم خضار خيار او جزر او خس باي كميه تحبها. بعد السناك ده بتخش على السحور. في وقت السحور بتاعك خلاص انت تستنى لحد وقت السحور. السحور ده عباره عن ايه؟ بيضتين مسلوقين او مطقشين وعليهم نص معلقه زيت او سمنه صغيره، او 6 معالق فول عليهم نص معلقه زيت او سمنه، او نص قالب جبنه قريش، ومعاهم نص رغيف عيش وطبق سلطه وكوبايه زبادي او لبن وثمره فاكهه. يعني الوجبه مثلا تتكون زي بيضه مسلوقه و3 معالق فول بنص معلقه زيت ونص رغيف عيش وطبق سلطه وكوبايه زبادي وثمره فاكهه، او مثلا ربع قالب جبنه قريش وبيضه مطقشه عليها نص معلقه زيت ونص رغيف عيش وطبق سلطه وثمره فاكهه وكوبايه لبن، وهكذا وغير ما بينهم. لو لقيت نفسك لسه بتجوع ممكن تزود سناك تاني. عارف السناك اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه؟ ممكن تكرره مرتين، ده مش هيعلي جدا من السعرات، فانت تكرره مرتين كده، ده يحسسك بالشبع لفتره زمنيه اطول. وممكن تستخدم بدائل كتير للحاجات اللي انا قلتها دي بنفس الاحجام وبنفس الاوزان، وده برضو مش هيخرب الدايت، بالعكس هو نفس الدايت بس بفاريشنز كتير، وده هيخليك تعمل دايت مفصل على حسب احتياجك بكل اريحيه، حاجه ما تضايقكش. البدائل دي زي ايه؟ يعني بدائل البروتين مثلا بط، مثلا كبده بدل اللحم والفراخ، وبدائل الكرب زي مثلا الفريك بدل الرز والمكرونه، وبدائل الزيت بتاع السحور ممكن تبدلها بمكسرات، وبدائل الفواكه زي الجوافه والخوخ اللي قلناهم من شويه ممكن تبدلهم بكنتالوب او بطيخ، وهكذا. مع كتر تنوع الاكلات والحاجات اللي انت بتحطها في الدايت ممكن تالف دايت من حاجات كتيره انت بتحبها ما تحرمش نفسك منها، وكمان ما تزهقش من الدايت وتخليك تستمر عليه لفتره زمنيه طويله. اذا اتبعت الدايت ده لل 30 يوم هتطلع خاسس على اقله 8 كيلو، بس لازم تلتزم ولازم ارادتك تكون قويه خلال الشهر ده بسبب مغريات الاكل الجميله اللي فيه. وبس يا سيدي، ما تنساش بقى بدعواتك في رمضان، وكمان ما تنساش اللايك والشير وانك تشترك في القناه هنا لو اول مره تشوفني. اشوفكم في فيديوهات كتيره جديده باذن الله. سلام.